بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم إخوتي ورحمة الله وبركاته. أهلا وسهلا بكم في قناة صوت الناقد. عنوان حلقتي لهذا اليوم: نكاح المرجعية، جواز تمتع الزوجة في دبر زوجها وفض بكارته ليكون منكوحا. عظم الله أجورنا وأجوركم بمصاب سيدة نساء العالمين فاطمة الزهراء عليها السلام، ولعنة الله على قاتليها، وهم غالب الصحابة والتابعين ومن تبعهم إلى قيام يوم الدين. هذا بحث أعظم من العنوان، هذا بحث عميق فيه مطالب عديدة. أود التأسيس إلى منطلقات أنطلق منها. لا أطلب منك أن تعطيني خمسا ولن أخذ الخمس. لا أطلب منك أن تجعلني شاهدا عندما تطلق ولن أكون شاهدا. تعرف شنو يعني؟ لأن إذا تخليني شاهد معناه أنك تشهد لي بالعدالة، ولا أريد ذلك. لا أطلب منك أن تصلي خلفي ولن تصلي خلفي، ما أريد. أي شيء يعرض في العقل، القلب والفطرة هما الحاكمان، وهما اللذان يعوزان إلى القلب، إلى الفكر. يعني أي شيء تفكر به ما له قيمة إذا مو القلب والفطرة هما اللذان يحددان كل شيء. لذلك اللغة العربية تحت شسع النعل أمام الحديث. اللغة كلش مهمة وزينة اللسان، ولا أنتقص منها. أمام الحديث ما إلها قيمة. البعض حتى لا يفهم غلط، مثل ما بعث لي أحد الأخبارية أو شباب 2 3، واحد أجلكم الله أحمق يقول شيخ واثق يقول ماكو تقية. لا يميز بين القول بتعليل الحديث على أنها تقية وبين التقية الموجبة للبشر. الحمد لله الذي جعل خصومي في غيهم يعمهون. الحمد لله. هذه المقدمة مهمة. قطرة خمرة محرمة، وبطل يعني إناء من الخمرة محرم، ماكو فرق. يعني شخص يشرب، أجلكم الله وأجل الله السامعين، وعاء مال خمرة أو قطرة خمرة، الحرمة واحدة، الحرمة واحدة. دبر الرجل، دبره لا يعد بابا من أبواب النكاح، يعني ما مخصص للنكاح أو للتمتع، ما مخصص. أصل القضية محرمة، فإذا وضع فيه إصبع صغير
أو وضع فيه قضيب طوله ذراع، الحكم واحد، وهي الحرمة. أنا أريد أوصلك حتى تعرف عقدتي من الأصوليين. أنت لازم تعرف، ما أريد تقول عني عادل، ما أريد ولا أعير أهمية إن قلت عني عادلا أم لا. فكر ماذا أقول واعرض كلامي على القلب والفطرة، شوف أنت تصل إلى نتيجة، بس ما عندي وياك. المجتهد الروحاني في موقعه استفتاء: ما حكم إدخال الزوجة شيء في دبر الزوج؟ شوف، إدخال الزوجة شيء في دبر الزوج قد يكون قضيب صناعي، قد يكون إصبع، قد يكون أي شيء، الحكم واحد. إذا تضع فيه إصبع صغير أو طوله ذراع الحكم واحد، مثل القطرة الخمرة. انتبه، الفقيه تعرفون ما هو مبناه بهذا؟ مبنى هذا الفقيه أنه يجوز التفاحش بين الزوجين، وهذه من البلاء الأصولي. الأصوليون شوفوا أنتم، اكتبوا في كل الفقهاء يقولون يجوز التفاحش بين الزوجين، وهو الكفر بعينه، لأنه إذا كان الفحش محرما كيف يمكن أن يتاح بين الزوجين؟ يقول لك باعتبار هم ماكو شيء، لا يوجد بينهم شيء حاجب حتى يوجب الحرمة، فمزال الحاجب فيجوز التفاحش، وهو الكفر بعينه. هذا بطلب غير بعدين أحكي. ما حكم إدخال الزوجة شيء في دبر الزوج أثناء المداعبة؟ هل هو جائز أم حرام أم يجعل الزواج باطلا ويفصل بين الزوجين مثل اللواط؟ جواب: باسمه جلت أسماؤه. أنا حاكي لكم سابقا، هاي واحدة من كلاوات الأصوليين، ماكو يعطي لنفسه قيمة وأبه على أساس هو في بيج ديل وهو بولشيت. ماكو باسمه جلت أسماؤه، هاي كلاوات هذه. على كل، لا إشكال في ذلك بين الزوج وزوجته. تعرف شنو يعني؟ يقول أمير المؤمنين عليه السلام في مكارم الأخلاق صفحة 238 الطبعة 1972 عن علي عليه السلام: من أمكن من نفسه طائعا يلعب به، يعني يلعب في دبره، ألقى الله عليه شهوة النساء. انتبه، تعرف شنو يعني؟ أي شيء إذا هذا الدبر إذا مورس به أجلكم الله بمرور الأيام، هذا من يمكن نفسه هكذا، هذا راح يتحول إلى لوطي. هو الفرق بين أنه يضع شيئا في دبره أو يلوط به شخصا آخر، الفرق في الحكم بأن هذا لواط وهذا ما يسمى لواط، لأن مو شخص فعل به، لا، وإنما آلة أو شيء مثل ما تقول، ولكن الحرمة هي. لذلك يعزر في الفقه، في الدين يعزر. هذا بمرور الزمن راح يتحول أجلكم الله ورفع قدركم إلى منيوك. مو احنا عندنا منيوك شرعي مثل هذا الفقيه. احنا مثل ما عندنا قلت لك قواد سياسي وقواد ديني وقواد على النساء، شارحها قبل. اكو عندنا مرة انت تريد تفطر، يقول لك حيلة شرعية. شنو هي الحيلة الشرعية؟ تروح تقطع مسافة توجب الافطار، تفطر وتجي موجودة. مرة تشوف واحد يلوط بواحد، قل له لا، ليش انت تدخل جهنم؟ شنو؟ تعال انا اعلمك حيلة شرعية تصير منيوك شرعي. اجلكم الله وجل الله السامعين.
ورفع قدركم. بالعباسية هذا وحق الحسين وفاطمة ونحن في مصابها. عندما أقول منيوك شرعي كلمة تحبها السماء، كلمة يحبها الله عز وجل، لأني أكشف عن صفحة حقيقية من وساخات الفساد في الدين، وهي عقدتي من الأصوليين. تعرف ليش؟ أخوة مع الناصبة، أخوة. أخذ هاي الفتوى وروح جيبها مع التمتع بقضيب صناعي طول ذراع مع الناصبة، نفس المنطق. وأبغض الناس إلى الله هم الناصبة. ذول الأصوليين يتعلمون من أبغض خلق الله، أوسخ خلق الله، الفكر الناصبي. وأنا ما شايف في حياتي واحد يصير أجلكم الله منيوك شرعي. أنا هذه أول مرة أسمعها من الفقهاء. شوفوا خطورة الاجتهاد وين راح توصلك. هذا كله اجتهاد. أنا لي علة، اسمع. في بحار الأنوار المقدس هذا باب للواط، لأن هذا إذا وضعت شيئا في دبره وثاني مرة تضع شيئا في دبره على أبو ماكو إشكال، هذا بعد يشوف نفسه بحاجة إلى رجل. وهذا أمر كلش معروفة، هذا أمر كل الناس تعرفه. فيتحول إلى منيوك شرعي بفتوى الفقيه. ماكو حرام. مؤمن يلزم له عورة مؤمن، ايش تسوي؟ لا، بدون شهوة. هذا الخوي، هذا ملهى. هاي طلعت ملهى مو دين. والله لنعل أبو الاجتهاد، لا أبو الأب اللي جاب الاجتهاد، لا أبو اللي أسس الاجتهاد. اسمع، لا أبو الإسلام اللي بيه اجتهاد. بعد شو تريد من عندي؟ وحق فاطمة أريد أترك القناة من كل عقلي، لأن أنا مليت. ما أقدر أبقى في صراع مع الأصوليين ومع الناصبة، أنا تعبان بصراحة. فتحت لكم أبوابا كبيرة، أنتم تخوضون وأجيب على أسئلتكم. أريد أبتعد، أختفي من الناس كلها. هذا دا يأسس إلى منيوك شرعي. رفع الله قدركم وأجلكم من هاي الكلمة. ما أريدك تقول لي الشيخ هيك يقول. أنا ما أريد منك تصلي وراي، لا تصلي وراي، وما راح تصلي وراي، وما خليك تصلي وراي. شو تريد مني؟ أنا أقول هذه اللفظة، أنا أعتبرها ولا أشجع أحدا أن يقولها، ولكني أراها لفظة تحبها الملائكة وتحبها السماء، تكشف عن واقع حال وسخ في المجتمع الأصولي. منيوك شرعي. هاي وين لقيتوها هذه؟ مرة تضع شيئا في دبر زوجها. أجلكم الله ورفع قدركم. تف على هذا الدين الوسخ. اسمعوا أمير المؤمنين عليه السلام في بحار الأنوار المقدس. رجلا أتى أمير المؤمنين عليه السلام فقال له: يا أمير المؤمنين، خذ حد الله في جنبي. فقال له أمير المؤمنين عليه السلام: ماذا صنعت؟ فقال: لطت بغلام. فقال له أمير المؤمنين عليه السلام: لم توقب؟ يريد يخلص الإمام، يقول له: لعلك لم تدخل. قال: بل أوقبت يا أمير المؤمنين. شوف الغيرة، شوف الغيرة. فقال له: اختر من إحدى الثلاث، ضربا بالسيف أخذ منك ما أخذ، أم هدم جدار عليك، أو حرقا بالنار. شوف هذه، وهي أصل للإنسان يكون لوطي ويشوف نفسه بحاجة إلى رجل عندما يفتح دبره، حتى لو بأي شيء كان. يقول لك شيء دخلت في دبره، يعني شنو؟ يجوز قضيب اصطناعي حطت له، هذا شنو يعني؟ هو متى كان دبر الرجل موضعا للتمتع حتى يباح ذلك؟ هذا شلون مطي؟ أخذ هيج فقيه منيوك رفع الله قدركم، هذا شلون مطي؟ يقول لك الشيخ ليش يجي ضوج من الأصوليين؟ يقول لك هي هذه الوثائقات الموجودة بالأصوليين، هذه وثائقات الأصوليين. فقال الرجل: يا أمير المؤمنين،
وأيها أشد تمحيصا لذنوبي. الله يقول له يعني شوف عظم المصيبة، يقول له يعني ياهو اللي يخليني فعلا أنا أغسل ذنوبي بها، أي عقوبة؟ فقال علي عليه السلام الحرق بالنار. شوف عالم الحقيقة، عالم الحكم. لذلك الأحكام متوقفة في زمننا لعدم وجود الحاكم، وهذا بيفد بحث جدا خطير وجدا مهم للي يبعثوا لي روايات الناصبي أو غيره وغيره. والأحكام والحدود جدا خطيرة، فإقامة الحدود في زمننا جدا خطيرة. تعرف ليش؟ لأنه قد فقيه يجي يقول أنا علي بن أبي طالب، ممكن يسويها، يقول لك أنا بدال علي بن أبي طالب وأنا أقيم الحد، وهو ما يعرف شنو عالم الحقيقة عند الإمام. هو يعرف إما هدم الجدار أو بالسيف وحرق بالنار، مو لا مو هيجي. شوف الإمام عالم الحقيقة. فقال الرجل يا أمير المؤمنين، فقال إني قد اخترته، يعني اخترت الحرق بالنار حتى هي اللي تغسلني من ذنبي. فقال يا قنبر اضرم نارا، فأضرم له النار. فقال يا أمير المؤمنين أتأذن لي أن أصلي ركعتين وأحسن؟ فقال أمير المؤمنين عليه السلام صلي. قال فتوضأ الرجل وأسبغ ثم صلى ركعتين وأحسن. فلما فرغ من صلاته سجد سجدة الشكر وجعل يبكي في سجوده. اسمع، ويدعو ويقول اللهم إني عبدك ابن عبدك ابن أمتك مذنب خاطئ، ارتكبت في ذنبي كيت وكيت، وقد أتيت حجتك في أرضك. علة إقامة الحد علي بن أبي طالب والمعصومون عليهم السلام. وخليفتك في بلادك، وكشفت له عن ذنبي فعرفني أن تمحيص ذلك في إحدى ثلاث خصال: ضربا بالسيف أو هدم جدار أو حرقا بالنار. اللهم وقد سألته عن أشدها تمحيصا لذنبي فعرفني أنه الحرق بالنار. اللهم إني اخترته فصل على محمد وآل محمد واجعله تمحيصا لي. اسمع، فبكى علي عليه السلام، ثم التفت إلى أصحابه فقال من أحب أن ينظر إلى رجل من أهل الجنة فلينظر إلى هذا. بالحال غفر له. عالم الحقيقة، عالم القانون. الإمام في لحظتها بعد ماذا قال له؟ فقال أمير المؤمنين الحد الذي عليه هو للإمام، فإن شاء قام وإن شاء عفى عنه الإمام. ثم قال لهذا قم فقد غفر الله لك، قم توب، تاب الله عليك. في تلك اللحظة مقدمة باب اللواط هو اللعب في دبر الرجل. عندما يلعب في دبره أجلكم الله ورفع قدركم، سواء كان بآلة أو بفعل فاعل، مقدمته للواط، بل هو ينزل بمنزلة اللواط، لكن لعدل الله لأن تلك الآلة مو بشر فما يقيم عليه حد اللواط، وإلا هو نفس الشيء، يلعب في دبره، ومرة ثانية يلعب في دبره، وثالثة يصير لوطي. بس شنو احنا الفرق عندنا أجلكم الله؟ يصير منيوك ديني، منيوك شرعي أجلكم الله. مثل ما عندنا حيلة شرعية، فأنت من تشوف لك اثنين واحد يلوط لك لا أعلمكم طريقة دينية وفق هذا الفقيه. شنو هو؟ صير منيوك شرعي. رفع الله قدركم ونحن في مصاب الزهراء وأجلكم الله. هذا هو الحل. وحق الحسين احنا باستشافة، وحق فاطمة هذا الحكم منيوك شرعي، وحق فاطمة سلام الله عليها هذا الذي يقول له هيك، يقول له لا بأس في ذلك بين الزوجين، معناه منيوك شرعي، إجازة. فتح له باب أن يكون منيوكا شرعيا والعياذ بالله. أنا لا أستطيع ولا تظنون أنني أفرح عندما أحارب مدعو التشيع، لأن أيضا
هناك خطوط حمر ليست فيها مصلحة تؤدي فرحة عند النواصب، ولكن وصلت إلى قرار بعد بيان وساخة الفكر الناصبي هو الإصلاح الداخلي. ولكن مشاكل الأصوليين كثيرة حقيقة. أنا لا أعرف، يعني أريد أن أختفي وأترك كل شيء، لأني لا أريد أن أبقى في صراع مع هذه الوساخات ويا مكثرها والله العظيم. على كل حال، نكاح المرجعية جواز تمتع الزوجة في دبر زوجها وفض بكارته ليكون منكوحا. أحببت أن أقف معكم هذا الموقف. أقول قولي هذا واستغفر الله لي ولكم، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.